السلام عليكم. أتحدث معكم بشكل سريع عن المناطق المخضرة أو المتبرعمة على البطاطا، هل هي آمنة أو لا؟ وبداية لابد أن نعرف أن مناطق الإخضرار أو التبرعم على البطاطا بها نوعين من أنواع السموم، وهما السولانين والكوكانين. والسؤال المطروح في هذه الحالة: كيف نتعامل مع البطاطا إذا كان عليها تبرعم أو إخضرار؟ والإجابة باختصار على قسمين. في القسم الأول، إذا كان هذا التبرعم أو الإخضرار في جهة واحدة، في جانب واحد من جوانب البطاطا، ففي هذه الحالة نقطع هذا الجزء ونستخدم الجزء السليم. ويفضل أيضا زيادة في منطقة القطع من الجانب السليم من باب الاحتياط. القسم الثاني، إذا كان هذا التبرعم أو الإخضرار موجود في أكثر من جهة، في أكثر من جانب من جوانب البطاطا، بمعنى أنه متوزع فيها، حتى لو كان في مناطق متفرقة ولكن تشوفه أنت في أكثر من جانب، فيفضل أن تتخلص منها وما تستخدمها. قاعدة عامة عند حفظ البطاطا: إذا اشتريت البطاطا وجبتها البيت، خليها في منطقة باردة مظلمة وجافة، بمعنى أن ما تكون متعرضة لأشعة الشمس بصورة مباشرة أو للإضاءة، أو تكون المنطقة حارة أو رطبة.